قال لي الاكله دي عيالي رايحين جايين مضيعين فلوسهم على الاكله دي. انا قلت لهم انا هعملها لكم في البيت وبقل التكلفه. هنعمل بقى طاجن مكرونه بالسجق. عندك السجق وعندك صدر فرخه، ربع كيلو لحمه مفرومه، ممكن بالكبده، اي حاجه. هنا جبنا السجق حمرناه من غير اي حاجه لان هو بينزل حاجات كتير. وهنا الصلصه هي بتتسبك. جبنا المكرونه حطيناها في الصينيه. لو عندك طواجن ممكن هنعمل لكل واحد طاجن، فانا حبيت نعملها وناكلها كلنا مع بعض. هنا السجق كان نزل الدهون اللي فيه، رحت مقطعاه وحطيت عليه فلفل الوان. هنا الصلصه اتسبكت، رحت نازله عليها بشفشق الخلاط مليان ميه وحيقتها ملح وفلفل وكمون ومكعب. اروح ماسكين ساقيين المكرونه من الصلصه اللي هي الخفيفه دي زي ما انتم شايفين كده. هنسقيها حلو. انا فراس بيضحك اهو وانا بكلمكم. نزلنا بالسجق على وش المكرونه. على فكره تنفع بمكرونه قلام، تنفع بمكرونه سباكيتي، مكرونه خواتم، اي نوع مكرونه عيالكم بتحبها. انا هوريكم المفاجاه دلوقتي. المهم هنحطها ايه، هنغطيها بالفويل. بعد ما ظبطناه كده هنحط صلصه تاني. ماشي. خدت بقى البهاريس اللي نازله من السجق ورحت حاطه عليها شويه شوربه ورحت حطاهم على الصينيه. رحت مغطياها بورق فويل واديتها قعدت تستوي. استوت سوا كامل على البوتاجاز على عين فوق، مش لازم الفرن خالص. رحت جايبه طبق جبنه رشاها وعلى الشوايه ورحت مدخلها شويه جبنه حلوين كده رشيناهم دخلناها على الشوايه. احمرت زي ما انتم شايفين كده، بس الصينيه سخنه قوي. احنا هنمسح الصينيه دلوقتي، هيلحسوها يعني. هم عامه لحسوا الصينيه بألف هنا. بصوا الاطباق بالصينيه كلها ملحوسه بألف